ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اكلتنا النهارده حلوه جدا. ناس كتير مش بتحبها وانا كنت منهم، بس دلوقتي بقيت بحبها جدا لان طعمها طلع حلو جدا فعلا. عندنا النهارده قلقاس. تمام. هنحط اول حاجه في حله سخنه، هنحط معلقه زيت كبيره عشان هننزل بالبصل المتقطع عندنا تقطيع صغير. انا فضلت اقطعه صغير، ما بشرتهوش، يعني في ناس بتحب تبشره. انا قطعته كده القطع اللي انتوا شايفينها، هننزل بيها في الزيت السخن. تمام. هنفضل نشوح فيها لحد ما تبدأ تدبل معانا، يكون لونها مصفر كده شوية، وهحط رشة سكر عشان تساعد على درجة اللون اللي هتشوفوها في الاخر، وفي نفس الوقت هتساعد على السوا. في الوقت اللي هي بقى البصلة بتتشوح فيه، دي كانت بصلاية واحدة كبيرة. عشان نسيت اقول في الاول، دي بصلة كبيرة. وفي الوقت ده انا قطعت بقى اللحمة، كمية اللحمة اللي عندي. وغسلتها بس كده غسلة سريعة بالمية، مية وملح. انا بعمل كده في اللحمة، مية وملح بس، بغسلها غسلة سريعة. دي رشة السكر اللي انا قلت لكم عليها عشان تكرمل معانا البصل بسرعة، وفي نفس الوقت هيبقى الطعم حلو قوي. يعني دايما هتلاقوا في الاكلات اللي انا بنزلها رشة السكر دي بتلاقوها داخلة في اي حاجة. مش بتعسل ولا اي حاجة عشان الناس اللي قلقانة من الموضوع ده، لا هي بتساعد بس على السوا وبيبقى الاكل بيبقى ليه مذاق حلو قوي كده. دي بقى تمام. اللحمة انا كنت مفلفلاها، حطيت عليها فلفل بس، وهشوحها بقى كده مع السمنة مع البصل. هسيبها فترة كده على النار. هنا النار كانت يعني اعلى من المتوسطة بحاجة بسيطة، لحد ما تاخد معانا درجة الصدمة اللي هي بتبقى لونها محمر كده شوية. وبعدها المفروض هوطي عليها شوية النار، او اللون ده اللي انا قصدي عليه. تمام. وسبتها برضو شوية، هديت على النار كده تنزل بس، يعني تستوي شوية صغيرين. وبعد كده نزلت عليها بقى بعصير الطماطم. كنت ضاربة يعني كمية مش كتير من الطماطم، لأنها مش بحبها تبقى طماطمها كتير. كان تقريبا 4 طماطمات متوسطين. تمام. وطبعا مش بنصفي الطماطم، احنا بنحطها كده على طول. وهنا النار كنت رجعتها للمتوسطة تاني. هنا بقى اتسبكت، نزلنا عليها بقى بكمية المية عشان اللحمة تكمل السوا بتاعها. تمام. وهسيبها بقى هغطي عليها واسيبها. هنا بقى عندنا هنعمل هنا رز، هنعمل برام رز. تمام. ده احسن برام ممكن تاكلوه في حياتكم بجد، يعني بيبقى مختلف جدا. بعمل بقى بحط لبن عليه كوباية زبادي، ماشي، علبة زبادي. هنا لكل كوباية رز كوباية لبن او كوباية مية، يعني المتاح عندك، بس انا اهم حاجة عندي كوباية الزبادي دي، لان دي بتطر الرز وبتحمر الوش، وبيبقى الوش طري جدا رغم ان هو بيبقى محمر قوي، بيبقى فظيع. حطينا هنا بقى انا اللبن هنا كنت بسخنه. تمام. عشان اعرف ادوب فيه الزبادي، وبحط الملح والفلفل، كل حاجة بحطها هنا. وحطيت رشة الزيت برضو، مولعين طبعا الفرن على اعلى درجة حرارة. تمام. هنا انا كنت غسلت الرز وصفيته. تمام. دول كانت كوباية ونص رز. هنشغل الشواية الاول عشان نحمر الوش. طبعا هنغطي الوش كله. هنا كان عندي بقى الثوم المفروم اللي انا هستخدمه في الاخر مع القلقاس. هنا كان عندي قلقاس متخزن، وغسلته بس ونزلته على اللحمه. تمام. هنا الملح حطيناه. انا الملح مش بحطه في الاول مع اللحوم، بحطه في الاخر خالص. هنا بقى بصوا البرام انا بوريها لكم. البرام طبعا بنبقى مولعين الفرن على اعلى درجة حرارة. وبشغل الشواية الاول عشان ياخد الوش يتحمر، وبعد كده مجرد ما يحمر
بقفل الشواية وبخلي بقية الفرن عادي معايا. هنا كان عندنا الثوم المفروم، حطيناه في سمنة مع كزبرة متقطعة تقطيع زي ما انتوا شايفينه كده، تقطيع صغير جدا. تمام. بنفضل بقى نشوحها كتير جدا على النار. وده بانيه، عشان طبعا زي ما قلت في الاول مش كل الناس بتحب القلقاس. هنا بقى البانيه ده كان نفس التتبيلة اللي انا استخدمتها معاكم في البانيه المشوي. هنا الحركة الأخيرة بقى اللي بعملها السمنة. لما البرام بيستوي بحط على الوش كده معلقة سمنة، وهتلاقوني هنغزها كده النغزات اللي انتوا شايفينها دي عشان السمنة تتشرب كلها وتنزل في الرز، وندخلها نكمل سواها برضو. شايفين اللون بتاع البانيه كان حلو جدا. بحطه بس على طول بعد خطوة التتبيلة اللي عملناها مع البانيه المشوي، بحطها بس على طول في البقسماط والكريسبي والمكونات اللي بتبقى موجودة عندنا، مش بحطها في بيض ولا حاجة، بتبقى طعمها حلو جدا. يعني البيض مش بيفرق كتير يعني خالص يعني. تمام. هنا بقى هنرجع للكزبرة اللي عندنا. شايفين خلاص بقت بتلاقوها معاكم ملمسها خلاص بيبقى خشن كده جدا وبيبقى ناشف. طبعا البطاطس المحمرة اساسي. وادي البانيه خلاص اهو، شايفين لونه جميل جدا. طبعا بنبقى معلمين النار الاول على البانيه وبعد كده بنهدي النار عشان يستوي. خلاص كده احنا خلصنا الكمية اللي احنا بنعملها. تمام. ده كان شكلها، شايفين مستوية جدا من جوه وكان طعمها حلو قوي. البرام كان فظيع بجد، جربوا الطريقة دي بيبقى جميل جدا. يعني كوباية الزبادي اللي بتتحط دي بتفرق جدا. هنا بقى كان خلاص القلقاس استوى، حطينا عليه بقى الكزبرة اللي احنا عملناها، هنقلبها بقى معاها وهنسيبها بس شوية صغيرين جدا على النار وبعد كده هنطفي على طول. شايفين لونه بقى جميل قوي بجد، كان طعمه حلو جدا. يلا جربوها بقى بالطريقة دي، الناس اللي مش بتحبها هتحبها جدا بالطريقة دي وهتعملها على طول. شايفين بقى اللون يعني اختلف 180 درجة عشان الكزبرة اللي احنا حطيناها في الاخر. انا بحب اكتر الكزبرة كده عشان اللون يبقى مدي على اخضر شوية. يلا بقى نغرف الاكل بتاعنا. شايفين بجد لو ركزتوا هتلاقوا اللحمة دايبة جدا وبصوا الريحة كانت فظيعة. ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك. يلا باي باي.